يعني انا الفيديو ده تعبني جدا بصراحه. يعني انا النهارده انا اللي دورت على كل المعلومات دي وجايبها لك في الفيديو ده النهارده. ومبدئيا كده احب اطمنك، لو انت واخد الموضوع بجد وفعلا عايز تقدم، الشركات اللي هنا هيتكفلوا بسكنك، باكلك وشربك، فطار وغدا وعشاء، وكمان هيدولك بوكيت ماني. وهقول لك على البوكيت ماني قد ايه من الشركه اللي هفرجك عليها في الفيديو. اتفرج على الفيديو للاخر. ولو سمحت لو سمحت قبل ما تخش تدوس على اللينكات اللي تحت في الفيديو علشان تبدا تدور وتعمل الحاجات اللي المفروض انك تعملها، اتفرج على الفيديو للاخر لان فيه معلومات كتير حلوه هتنفعك. وبعد كده خش على اللينكات وابدا انت رحلتك، وربنا يوفقك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه النهارده هكمل لكم على الفيديو اللي فات. هو بصراحة ناس كتير بعت كومنتات وعاملين تعليقات وبيسألوا على حاجات كتير جدا. انا ما كانش ينفع اتكلم فيها الفيديو اللي فات لان وقت الفيديو اوريدي كان كتير يعني. فمن الحاجات اللي الناس سألوا عليها وانا هجاوبك عليها وهجاوبك على قد ما اقدر وهدي لك كل المعلومات اللي عندي. بس قبل ما نبدأ خلينا نكون متفقين مع بعض كده. رقم واحد، كل اللي انا بقوله لك في الفيديوهات ما هي الا عبارة عن معلومات، بس معلومات صح، ومن المواقع، وبسيب لك اللينكات بتاعتها. ماشي؟ فدي معلومات صح. اما الشغل نفسه اللي المفروض بقى يحصل او ما يحصلش، فدي حاجه ترجع لك انت. الناس هي اللي عارفه، الناس هي اللي فاهمه حياتها، موقفها، وتقدر تقرر ان كنت انت عايز تقدم في الحاجات دي او تخش بس على اللينك وتقرا. معلومات ليك انت مش اكتر. مش لازم انك تروح تقدم ومش لازم انك تعمل اي حاجه. انا ما بقولكش اعمل حاجه، انا بدي لك المعلومه وانت استخدمها بالطريقه اللي تعجبك. تمام كده؟ اتفقنا على دي. طيب الحاجه التانيه، من الحاجات اللينكات اللي انا بنزلها لك تحت في الفيديو، انت محتاج ان انت تخش وتقرا اللينكات دي. يعني ما تعتمدش على حد يديك المعلومه كده وخلاص. انت لازم تخش انت تقراها وتفهمها وتبرمجها كده. يعني برمجها في دماغك على اسلوب حياتك، على وضعك، على ظروفك، وبعد كده قرر ان كنت عايز تستخدم المعلومات دي ولا لا. طيب دلوقتي هبدأ معاك وهقول لك ان الشاريتي او المجمعات الخيريه، المنظمات الخيريه هنا في انجلترا ليها انواع كتير، انواع كتير جدا. فانا هفرجك النهارده على حاجتين. اول حاجه، نوع منهم اللي هو اسمه كانسر يو كي سيرش. ودول اللي انا رحت المحل بتاعهم. هم عباره عن ناس بياخدوا حاجات من ناس، يعني الناس بتطلع الحاجات القديمه في بيوتها تبعتها للمحلات، بتخش ورا المحلات في مخازن، وليهم مخازن كبيره في اماكن تانية. وبعد كده بتطلع على المحلات، بتتحط على الارفف، بتتباع باسعار رخيصه. الفلوس دي بتروح للعمليات بتاعه السرطان والابحاث بتاعه السرطان والحاجات دي. انا رحت المحل هناك، للاسف ما كانش ينفع ان انا اخش جوه المخازن واصور لك بالظبط الشغل اللي بيحصل ورا. لكن انا دخلت المحل وصورت لك وهفرجك. يعني هتشوف الحاجات اللي على الارفف والحاجات اللي بيبقوا محتاجين ناس. لو انت شغال في شاريتي هترص الحاجات دي على الارفف او هتكون شغال ورا في المخازن. دي حاجه. الحاجه التانيه، انا من المواقع اللي حطيتها في الفيديو اللي فات، انا دخلت على موقع منهم ويعني بص، انا عملت كل حاجه وحاطط لك كل المعلومات اللي اقدر اقول لك عليها واللي هتجاوبك على كل الاسئله اللي كانت بتتسال في الكومنتات في الفيديو اللي فات. طيب هنا انا هوريك ازاي تقدم على الشغل التطوعي. اول حاجه خالص علشان نكون متفقين، كبدايه هي السي في بتاعتك. السي في دي اللي انت هتبعتها للشركه. دي شركة من الشركات اللي أنا حطيت لك اللينك بتاعتها في الفيديو اللي فات، اللي كان اسمه جهز شنطتك عشان تسافر إنجلترا. الشركة دي اسمها لارك. هتلاقي الموقع بتاعها في الفيديو اللي فات وهحطه لك في الفيديو دوت كمان. لارك ليها فروع كتير هنا في إنجلترا. بس خليني الأول أقول لك على موضوع السي في اللي أنت هتبدأ بيه. ده رقم واحد اللي هي السي في بتاعتك. اديني باخدك أهو خطوة خطوة علشان تمشي بالظبط. أول حاجة جهز السي في بتاعتك. هتجهزها إزاي؟ تخش على الشركة نفسها وتقرا عنها عشان تاخد الكلمات والحاجات المهمة اللي انت محتاج تحطها في السي في بتاعتك عن الشغل اللي انت بتقدم معاهم فيه. دي شركة من الشركات لارك اللي بتشتغل مع الناس ذوي الاحتياجات الخاصة، وانت او انتي هتبقوا شغالين متطوعين معاهم. فهم عايزين يشوفوا كلمات معينة موجودة. فانت لما تخش على الموقع اهو، آه،
لازم تقرا كل الحاجات دي، يعني لازم تقرا كل حاجه. حتى هنا اهو بص مثلا who can apply، فهم بيقولوا لك اهو we just ask that you are friendly. يعني اول حاجه اهو بص كاتب لك هنا بقى شويه كلمات المفروض دي تكتبها في السي في بتاعتك وتدي عليها امثله، يعني تقول لهم انت ازاي فريندلي، يعني انت ازاي شخص كويس، شخص حميم، شخص ودود، آه، شخص متعاطف، شخص عنده حب استطلاع. هي دي الحاجات اللي كاتبينها لك هنا. وبعدين كاتب لك اهو training is provided، احنا هندربك على كل حاجه، هم بس عايزين انت شخصيتك. ولما تعمل السي في الحلوه الجميله ديت وتبعتها لهم، اتاكد ان انت برضو كاتب لهم ان انت عايز تتطوع لمده 12 شهر. اقل مده للتطوع 3 شهور، لان طبعا هم بيقعدوا يدربوك حوالي 6 اسابيع، من 6 ل 8 اسابيع. فخلاص انت كده كل الفتره دي كانت تدريب بتشتغل معاهم، بعد كده في شغل فعلي شهر واحد وهتسيبهم وتمشي، فما بتبقاش حلوه ليهم، ما بيحبوش 3 شهور دي. ولكن لما تقول لهم ان انت عايز تشتغل 12 شهر، فانت كده واصل لاقصى مده هم يعني عايزينها. على حسب المكان اللي انت عايز تقعد فيه في انجلترا، ادي الخريطه بتاعت الاماكن اللي الشركه دي موجوده فيها. موجوده ناحيه اسكتلندا هنا فوق في ادنبرا وفي ابردين، وموجوده في ايرلندا، وموجوده في مانشستر وايل اوف مان وبرمنغهام وفي لندن وفي ويلز، حتت كتير. فانت اللي هتقرر انت عايز تقعد فين وهتقدم على الشركة. بمجرد ان انت بتدوس هنا هي فتحت لك، هتاخد الويب سايت هتخش عليه وهتشوف كل حاجة. طيب دلوقتي بقى تعال نشوف ايه هي المزايا اللي الشركة دي بتديها لك لما هتقدم معاهم. فانت هنا هتخش على get involved وتخش على volunteer with us، وده هياخدك على الصفحة دي. آه الصفحة دي آه هم هنا بيشرحوا لك حاجة اسمها become a live-in assistant، يعني انت هتبقى عايش معاهم. طيب علشان ما اطولش عليك، what is involved، ايه هي الحاجات اللي داخله في موضوع ان انا اعيش معاهم ده؟ هم فعلا هيدوني سكن اعيش معاه. ناس كتير سالوا في الكومنتات في الفيديو اللي فات هسكن فين؟ تمام. فاهو انا من على الموقع بتاع شركه التطوع ديت لارك، انا بقول لك اهو مكتوب عليهم you will be provided with a full board and lodging as well as a monthly allowance. الترجمة يعني انت هتبقى واخد معاهم فول بورد اللي هو فطار وغدا وعشاء and lodging يعني سكن as well as، وكمان هتاخد monthly allowance. طيب الناس هتبدأ تسأل ايه هي المونثلي allowance؟ دي فلوس هم بيدوها لك كل شهر. انا اتصلت بالشركة وسألتهم قد ايه الفلوس، قالوا 270 جنيه استرليني في الشهر. بكررها تاني، بيدولك 270 جنيه استرليني في الشهر، والسكن بتاعك عليهم، وبيدولك فطار وغدا وعشاء. يعني انت عايش معاهم ببلاش، واكلك وشربك وكل حاجة ببلاش، وكمان بتاخد 270 جنيه. غير كده كمان ان انت وانت شغال معاهم هم بيعملوا رحلات للناس ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هناك، انت بتطلع معاهم الرحلات دي ببلاش. غير كده كمان ليك 28 يوم اجازة في السنة، زيها زي اي شغلانة عادية خالص بالقانون. ليك 28 يوم اجازة في السنة، وكمان بيبقى ليك ديسكاونت في بعض المحلات وفي بعض المواصلات العامة. يعني مثلا بتاخد 10%، 20%، 30% خصم في الأتوبيسات، في المترو، في القطورة. حاجات كتير هتعرفها كلها لما تبدأ معاهم فعلا شغل. طيب الحاجة التانية كمان اللي كنت عايز أوريها لك who can apply، مين اللي يقدر يقدم. فكاتب لك هنا أهو international applicants over the age of 18 are welcome to apply. يعني أنت لو من بره مش من إنجلترا international وعندك فوق ال 18 سنة زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات، إن أنت تقدر فعلا تقدم معاهم. فادي يا سيدي الشغل اللي انا عايز اقوله لك والحاجات اللي انا عايز اوريها لك. كل الموضوع بس محتاج منك انك تقعد تخش على كل لينك من اللينكات اللي انا حطيتها في الفيديو اللي فات، وتدور على
كل الحاجات اللي جوه كل شركة، وتفهم كل شركة، وتعرف انت عايز تروح معاهم فين. طيب، بسرعة كده هكلمك على شوية حاجات من الأسئلة اللي اتسألت في الكومنتات في الفيديو اللي فات. الناس كانوا محتاجين يعرفوها. أنا طبعا ما جاوبتش عليها، ولكن النهاردة كل أسئلتك دي هتتجاوب. من الأسئلة أول حاجة، هل العيال يقدروا يخشوا المدارس؟ بالظبط، ده صحيح، العيال يقدروا يخشوا المدارس، وأي مدرسة أنت هتبقى قريب منها بتقدم لهم فيها، مع إنك تاخد في اعتبارك إن المدارس هنا بتبدأ يوم 1/9 وبتخلص تقريبا على يوم 20/7. السنة الدراسية هنا طويلة، ففكر انت وشوف انت ميعاد وصولك هنا امتى، او ميعاد وصول عيالك هنا امتى، وتقدر تقدم لهم امتى. طيب، دي حاجة. الحاجة التانية، هل ينفع ان الزوجة تشتغل؟ ده صحيح، ينفع ان الزوجة تشتغل، ولكن يعني الناس بتسأل الأسئلة. اللي انا شايفه يعني ان الناس عايزة الحاجات تحصل على طول، كل حاجة مستعجلين بسرعة. يعني عايز يجي جايب مراته وعياله، وعايز مراته تشتغل وهي بتعمل فلوس وهو شغال ال 20 ساعة. عارفين انتوا القصة دي؟ فجأة كده، اللي هو النهاردة انتوا كنتوا كده، بكرة كده. يا جماعة، الموضوع بياخد وقت. هو ينفع ان مراتك تشتغل، ما بقولكش حاجة، ولكن محتاجة تقدم على أوراق وحاجات وقصص كتير كده، دي ممكن يتعمل فيها فيديو لوحده، وبعدين تبقى تشتغل. اوكي. الحاجة المهمة بقى اللي أنا عايز أنصح الناس بيها، انت جاي البلد هنا لسه جديد، ما تعرفش اي حاجه في البلد، ما تعرفش انت هتقعد فين، ما تعرفش انت الظروف اللي هتقابلك هنا ايه، ما تعرفش اي حاجه. انت نفسك جاي تتعلم وجاي تفهم وجاي تشوف. فليه عايز تجيب مراتك وعيالك معاك على طول؟ يعني مش من اول سفريه انت جايب مراتك وعيالك والعيله كلها معاك. لا، انت تعال انت الاول لوحدك، معاك فيزا مدتها 12 شهر، سنه. اقعد السنة دي، جرب، اتعامل، شوف، اتعلم، شوف هيعجبك الوضع ولا لأ. سيب عيالك ومراتك هناك، هي كلها سنة. عايز ترجع لهم ارجع لهم، مش عايز ترجع لهم هتبعت بقى تجيبهم. فعشان ما تمرمطش العيال معاك وما تمرمطش الست معاك، يعني تعالى انت الأول. سيبك من قصة هجيب مراتي وعيالي معايا. الشركي نفسهم هم هيوفروا لك السكن، بس هم هيوفروا لك انت السكن عشان انت قدمت معاهم تشتغل. مش هيجيبوا لك بقى بيت 3 أو 4 أوض عشان مراتك وعيالك، ومش أنت هتعيش جوه المنظمة، في أماكن المبيت بتاعت الناس اللي بتشتغل هناك. هتجيب مراتك وعيالك معاك إزاي؟ طبعا وأنت بتقدم على الفيزا، كان من شروط الفيزا ومن الصلاحيات اللي هم مدينها لك في الفيزا إن أنت تقدر تجيب مراتك وعيالك معاك. فأنت دلوقتي إزاي بقى مش هيوفروا لي سكن وأنا جايب مراتي ومعايا؟ يعني منين إن أنا أقدر أقدم لهم وأجيبهم معايا، ومنين ما أجيبهمش معايا علشان ما فيش سكن؟ هو في الشروط بتاعه الفيزا ما قالكش ان احنا هندي لك سكن. هو قال لك عايز تجيب مراتك وعيالك، اهلا وسهلا، هاتهم. الفيزا مش هتقول لك لا، دي صلاحيه هم مدينها لك في الفيزا. عايز تجيبهم جيبهم. بس هي المشكله يا جماعه ان الناس بتاخد الكلام حرفي، يعني كل حاجه حرفيا. هات مراتك وعيالك معاك، ماشي، خد الكلام ده حرفي بقى، هات مراتك وعيالك معاك، بس احنا ما قلناش ان هنديك سكن. فلو انت عايز تجيبهم معاك على طول، اعمل حسابك انك انت اللي هتأجر بيت تحط فيه مراتك وعيالك. ان شاء الله تأجر لهم اوضه حتى لوحدهم يقعدوا فيها، وانت روح بات هناك مع المنظمه اللي انت شغال معاهم. اما بقى شطاره منك لو انت قدرت ان انت تكلم المنظمه وتقول لهم ان انا جايب مراتي وعيالي معايا وعايز مكان ليهم، فيوفروا لهم مكان سكن. لو قدرت تقنعهم بالموضوع ده وقدروا ان هم يعملوا كده، الف مبروك. حاجه كمان سريعه كده، في الفيزا مش مطلوب انك تكون بتعرف تتكلم انجليزي. اوكي، دي مش قايلينها خالص. ليه بقى؟ الحكومه سابت الموضوع ده للشركات بتاعه الشركي. تمام. الشركات اللي انت هتقدم معاهم، طالما بعت لهم ايميل وبعت السي في بتاعك، فهم ردوا عليك، فانت رديت عليهم، فهم ردوا عليك، فقالوا لك نعمل معاك زوم كول مثلا عشان يبقى الانترفيو. فقعدوا اتكلموا معاك وعملوا كل الحاجات دي، وفي الاخر هم قالوا للحكومه والله احنا قابلين الراجل ده يشتغل معانا، فعايزين له ريفرنس نمبر بقى اللي هو انت هتسافر بيه. الريفرنس نمبر ده طالما الحكومه يعني انت عملت كل ده، مش هيدوك بقى الريفرنس نمبر؟ لا، هيديهولك، لان كده خلاص عرفوا ان انت بتتكلم انجلش. اما الناس اللي ما فيش عندهم اصلا غير 1% انجلش، فقوي نفسك في الانجليش، وبعدين روح اقرا المواقع، وبعدين قدم على الشغل. طيب، يلا بينا افرجك على اللي في المحل بتاع الشركه، الحاجات اللي هتشوفها.
من الحاجات الحلوه قوي في محلات الشركه كمان موضوع السيديهات والدي في ديز والالعاب، سواء كانت العاب او افلام او اي حاجه. هتلاقي فيه سيديهات كتير جدا، اغاني. كل دي سيديهات اغاني، ومعظمها بتبقى حاجات اغاني قديمه. يعني انت لو بتدور على سيديهات اغاني قديمه وعايز السيديهات الاصليه بتاعتها، وكلها شغاله ما فيهاش اي حاجه بايظه. وكمان حاجات اطفال، افلام اطفال، مزيكه اطفال. آه ما اعرفش مين ده. وعامل لك بقى عرض كل السيديهات. طبعا الناس بيطلعوها دلوقتي لان محدش عايز يستخدم سيديهات دلوقتي. آه 5 بجنيه، 5 سيديهات اوريجينال بجنيه. هتلاقي هنا لعب زي الحاجات دي كده، بتبقى بازل، صورة ممكن تكملها. كل دي بازلز. دي لو هتشتريها من بره ممكن تجيبها ب7 8 9 جنيه، ممكن 10 جنيه كمان على حسب انت بتجيبها منين. هنا ب3 جنيه، 3 جنيه. بتهيألي أي بازل هنا ده ب2 جنيه. البازل ده تبني الصورة ديت براحتك انت، ممكن العيل يقعد يلعب فيها 1000 قطعة، ممكن تكفيه أسبوع على ما يبنيها يعملها. وهي دي الميزة في محلات الشركي، الناس استخدموها مع عيالهم، خلاص ما بقوش محتاجينها، رجعوها في البوكس بتاعها تاني وبيجيبوها محل شركي هنا ببلاش فور فري. دي شرابات، بس طبعا الشرابات دي مش الشرابات القديمه بتاعتك اللي كنت بتستخدمها وراها للشركي، مقرفه يعني. ففي الشرابات الجديده، فدي شرابات جديده بتاعه الكانسر ريسيرش يو كي. هم بيجي لهم بواقي مصانع بتصنعها عشان يبيعوها بسعر المصانع اصلا بتديها لهم، وهم بيبيعوها ب 2 جنيه قرش. دي بس كده يعني تساعد. بس طبعا وقت كده ما ينفعش تجيب الحاجه بتاعتك. انت ممكن تجيب الهدوم طبعا. الهدوم بقى بناطيل، قمصان، تيشيرتات، بس تكون حاجات حالتها كويسه. ما ينفعش تجيب حاجه مرة تماما يعني. الهدوم بناطيل بقى، بناطيل، قمصان، تيشيرتات، بس تكون حاجات حالتها كويسه. ما ينفعش تجيب حاجه متدمره تماما يعني. هتلاقي مثلا بنطلون جينز اهو، وبالمقاس كمان، مقاس 32 وسعره 3 جنيه. البنطلون حلو نظيف، ما فيهوش اي حاجه خالص. طبعا كان في حد بيلبسه قبل كده بس حالته كويسه فبيطلعوه على الشركه. اهو بنطلون جينز برضو حلو، ما فيهوش اي حاجه، 3 جنيه. كل حاجه ثمنها 3 جنيه. شفت ده كله؟ اهو ده برضو كان عند عيل صغير بيلعب بيه، بينام جنبه بيحضنه بتاع. بس بالمناسبه برضو ان هم قبل ما بيطلعوا تويز زي كده بيتاكدوا ان هي نظيفه ومغسوله ومتنضفه ومتطهره وكل حاجه. فانت لو اشتريت دوت وخدته لابنك او لبنتك، آه نظيف مفيهوش اي حاجه اكنه جديد. وبكام؟ ب5 جنيه. انا بقى شخصيا يعني بلاش ده، انا هاخد ابنه الصغير اهو، ممكن تاخده ميداليه. انا بحب المينيونز اصلا، مش عارف ساعات بحس ان صوتي شبههم مش عارف ليه. بجنيه عادي، ممكن تعلي صوت المينيونز عادي. اكتر حاجه بقى هتبهرك هنا في المواضيع دي، ودي هتعرفك قد ايه الستات بيشتروا حاجات اصلا ما بيستخدموهاش. واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده في الفيديو بتاع تيكي ماكس، ليش الستات بتحب الشوبينج والرجاله مالهمش. ده يثبت لك كلامي. حتى في محلات الاعمال الخيريه، محلات الشركي، بص صفة الجزم بتاعت الستات قد ايه. بص اهي جزمه جديده نوفي اهي ب5 جنيه. يعني هي اشتريتها تقريبا لبستها مره وخلاص على كده. بص اهي بكام؟ ب5 جنيه. اهي بص اهي ب4 جنيه. جزمه نظيفه ما فيهاش اي حاجه. يعني اساسا اللي اشترت الجزمه دي تقريبا استخدمتها مره او ما استخدمتهاش يعني. اهي بص ب3 جنيه اهو. بص دي يعني جزمه لو هتسهر بره تقريبا هي مشي بيها مره واحده ب4 جنيه اهي. اهي نظيفه ما فيهاش اي حاجه. بوت ما تمشاش بيه اهو، جديد نوفي. حتى بالورقه بتاعته اللي هو اصلا السعر بتاعه كان ب30 جنيه. البوت ما ابيض وما زال لونه ابيض، وهو ما حصلوش اي حاجه، ما حدش لبسه اصلا. ب5 جنيه وسعره اصلا كان 30 جنيه.
فدي الحاجات الحلوه اللي ممكن تجيبها من الشركه. آه، انت ممكن تلاقي حاجات يعني مهوله، بس طبعا انت بتيجي وبتلاقي، بتدور اللي بتلاقيه عجبك خده، ما عجبكش خلاص. شفت بقى الجزم الحريمي قد ايه؟ تعالى اوريك الرجالي بقى. احنا رجاله ما بنشتريش اصلا جزم، وهي جزمه واحده بتكفينا من اول ما بنتم 25 سنه ل 56 سنه او حاجه كده. بس ما بنرميش، احنا ما بنرميش جزم، ما بنعملش حاجه. تعالى افرجك على الجزم الرجالي. بص بقى، دي الجزم الرجالي. هي جزمه واحده بصراحه، العدله تقريبا اللي فيهم ب 5 جنيه. بس هو طبعا كان هاريها قبل كده يعني، ملبوسه وجزمه سيفتي. آه، هو تقريبا الفردتين شمال، لا استنى، اهي شمال ويمين اهي. برضو ملبوسه وطالع. بص ده حتى الرباط بتاعها رايح يعني، اشتغل بيها لما هراها، خد حقه يعني، تالت ومتلت. دول مش عارف ايه دول، حاجات غريبه كده. بس ودي ايه دي تقريبا جزمه هو كان بيعمل بيها كل حاجه يعني، هو كان بيشتغل بيها وبينام بيها بيعمل كل حاجه. بس ايه اهي جديده ما فيهاش اي حاجه، 3 جنيه. و لا ريحتها حلوه والله، ريحتها حلوه ما فيهاش اي حاجه والله. هو الموضوع يعني غريب شويه، بس بص بثبت لك ان الرجاله اهو. دي البواقي بتاعت الرجاله، شوف بواقي الستات كانت قد ايه، موضوع تاني خالص. ربنا يصبرنا يا رب. طيب، ناس كتير سألت أسئلة تانية برضو، واللي أنا فاكره منهم حاليا هل ينفع إن أنا أدرس وأنا هناك لمدة ال 12 شهر دول؟ ينفع. ينفع إنك تدرس، وينفع إنك تاخد فيزا لو أنت الدراسة بتاعتك مكملة. يعني ال 12 شهر بتوعك خلصوا، بس أنت بتدرس كورس كبير مثلا، حاجة طويلة مدتها سنتين، فممكن تجدد وتاخد فيزا دراسة تانية. بس كل ده هيتطلب إنك تكون بتتكلم إنجليش كويس جدا. أمال أنت رايح تدرس إيه؟ طيب الحاجة التانية كمان، الناس كانوا بيسألوا هل لو أنا جيت قعدت ال 12 شهر وبعدين مقدم على فيزا دراسة، أو عايز أجدد ال 12 شهر تاني، أو عايز أجدد عقد عمل، لازم أرجع تاني بلدي علشان أقدم من هناك وأرجع تاني أسافر؟ لا، مش لازم تقدم، مش لازم تسافر، مش لازم تروح. أنت كل حاجة بتخلصها من هنا. ال 12 شهر بتوعك خلصوا، على حسب أنت هتقدم على فيزا جديدة، إن كان عمل تطوعي تاني، الشركة اللي أنت فيها ممكن يجددوا لك 12 شهر تانيين وانت جوه البلد، مش لازم تروح وترجع. او ان كنت بتقدم وبتغير لفيزا دراسه، وبرده دي تعملها من جوه البلد، مش لازم تخرج وترجع. او ان انت ربنا كرمك بقى واتجوزت وبقيت هنا بقى، ف يعني ده بقى يمكن من افضل الحلول اللي ممكن تلاقيها. بس كل الفيز اللي هتقدم عليها مش لازم تطلع بره البلد وترجع تاني، كله بيحصل من هنا. طيب دلوقتي احنا اتكلمنا في كل حاجه. اتكلمنا عن موقع الحكومه، اتكلمنا عن ازاي تقدر تقدم على موقع الشركي، واخدت لك لينك من اللينكات اللي كانت محطوطه في الفيديو اللي فات، ووريت لك ازاي تقدر تقدم. اتكلمنا على محل الشركي نفسه من جوه، وفرجتك على الحاجات وطبيعه الشغل وحاجات شبيهه بكده كتير. اتكلمنا على كل الاسئله والتعليقات والحاجات اللي كانت اتسالت في الفيديو اللي فات، بالنسبه لموضوع السكن، بالنسبه لموضوع الاكل والشرب، بالنسبه لموضوع مدارس العيال، بالنسبه لموضوع فيزا الدراسه لو عايز تكمل، بالنسبه لانك تجيب مراتك وعيالك. اتكلمنا عن كل الحاجات دي. دلوقتي ما فاضلش غير حاجتين اتنين. الحاجة الأولانية هي إن أنت تقرأ وتبص على مواقع كتير، تقوي نفسك في الإنجليش لو الموضوع السفر فعلا في دماغك، وأنت عايز فعلا توصل لحاجة زي كده وتاخد خبرة السفر. أنت اللي تدور، وأنت اللي تشتغل، وأنت اللي تعمل كل حاجة، محدش هيعمل الكلام ده، أنت اللي لازم تعمله. الحاجة التانية إنك تروح تقدم وقت ما تلاقي نفسك كده خلاص تمام، جمعت كل معلوماتك، عرفت كل حاجة، ظبطت نفسك، انك تروح تقدم. وصدقوني يا جماعه والله موضوع الفيزا ده لو قدمت فيه واتقبلت وظبطت كل حاجه، هيكون حلو جدا ليك، لان دي فيزا تطوع ودي دايما حلوه. سيبكم بقى وربنا معاكم. ولو اللي عايز يسال اسئله برضو اكتبها تاني في الكومنتات، انا معاك هجاوبك برضو على كل حاجه، وهعمل لك فيديوهات جديده لو تحب. بس انا عايز بقى اروح اكمل الفيديوهات بتاعتي بقى، عندنا شويه فيديوهات حلوين عايز اعملهم عشان اوريكم حاجات جديده هنا في انجلترا. يلا سلام.